أهلا بيكم. النهاردة هنحلل سوا واحد من أهم كتب المساعدة الذاتية اللي ليها أساس علمي، وهو كتاب العقل قبل المزاج. خليني أقول لكم إن الكتاب ده مش مجرد كلام تحفيزي وخلاص، لأ، ده يعتبر كتالوج عملي مبني على مبادئ العلاج المعرفي السلوكي، وفعلا ساعد ملايين الناس إنهم يفهموا ويغيروا طريقة تعاملهم مع مشاعر صعبة زي القلق والاكتئاب والغضب. اللي هنكتشفه النهاردة مع بعض مش مجرد أفكار نظرية، دي مهارات وأدوات عملية جداً ممكن تغير علاقتنا بمزاجنا وحياتنا كلها. طيب، إيه خطة رحلتنا النهاردة؟ الموضوع متقسم بشكل منطقي جداً. أول حاجة هنبدأ بمشكلة كلنا بنقع فيها، وهي فخ المزاج. بعدها هنكشف عن المبدأ الجوهري اللي بيحررنا من الفخ ده. وبعدين هنستخدم إطار عمل اسمه النموذج الخماسي عشان نحلل اللي بيحصل جوانا بالظبط. والجزء الأهم بقى، هنتعلم بالتفصيل الأداة العلاجية المحورية في الكتاب، وهي سجل الأفكار. وفي النهاية خالص هنشوف إزاي لما نمتلك المهارة دي ده بيدينا القدرة إننا نرجع نكتب قصتنا من أول وجديد. أول حاجة خلينا نتكلم عن شعور أعتقد كلنا عارفينه كويس قوي، شعور إن الواحد محبوس في حالة مزاجية وحشة وكل ما يحاول يخرج منها يلاقي نفسه بيغرق أكتر وأكتر. الشعور ده هو اللي بنسميه فخ المزاج. الإحساس ده ممكن يكون خانق ومحبط جدا، صح؟ لكن الكتاب هنا بيفاجئنا بتشبيه عبقري بيقلب نظرتنا للموضوع ده 180 درجة، وبيخلينا نشوف الألم ده كفرصة مش كمشكلة. وهنا بقى النقطة المحورية. الكتاب بيقول إن الألم النفسي أو الانزعاج العاطفي ده عامل بالظبط زي حبة الرمل، هو مش بالضرورة يكون عدو لينا، بالعكس هو ممكن يكون نقطة البداية، الشرارة اللي بتخلينا نبدأ عملية تغيير عميقة وإيجابية جوانا. يعني الألم مش مجرد حاجة بنتخلص منها وخلاص، لأ، ده هو المادة الخام اللي لو اتعاملنا معاها صح ممكن نصنع منها حاجة جميلة وقوية، زي اللؤلؤة بالظبط. طيب، جميل. السؤال دلوقتي، إزاي بقى نبدأ عملية صنع اللؤلؤة دي؟ البداية بتكون مع فهم فكرة ممكن تبان بسيطة لكنها في الحقيقة ثورية، وهي اللي بتكشف لنا عن المصدر الحقيقي لمشاعرنا. دي هي القاعدة الذهبية اللي مبني عليها الكتاب والعلاج المعرفي السلوكي كله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو جبنا شخصين وحطيناهم في نفس الموقف بالظبط، ممكن كل واحد فيهم يحس بشعور مختلف تماماً عن التاني. طب ليه؟ لأن الأحداث والمواقف في حد ذاتها محايدة، ملهاش لوم عاطفي. اللي بيلونها وبيديها المعنى هو التفسير اللي عقلنا بيعمله في أجزاء من الثانية. ده موقف بيحصل كل يوم، ممكن ما نبقاش واخدين بالنا منه، حدث بسيط جدا ومحايد، لكن تعالوا نشوف إزاي عقلنا ممكن يحوله لدراما كاملة في لحظة. بصوا بقى على اللي بيحصل هنا، ده الجزء العبقري في الموضوع. الموقف ثابت، ما اتغيرش، هو اللي اتغير بس هو الجملة اللي اتقالت جوه دماغنا في ثانية. شوفوا ازاي التلات أفكار مختلفة خلقت تلات مشاعر مختلفة تماماً. فكرة ده بيتهاجلني ولدت غضب، فكرة أنا أكيد ممل ولدت حزن وإحساس بالنقص، وفكرة شكله قلقان أو في حاجة ولدت تعاطف واهتمام. هنا بنكتشف إن القوة الحقيقية مش في تغيير الموقف اللي بره، القوة في ملاحظة وتغيير الفكر اللي جوه. تمام قوي، كده فهمنا المبدأ. الخطوة اللي جاية إيه بقى؟ إزاي نقدر نطبق ده على حياتنا ونحلل اللي بيحصل جوانا بشكل منظم؟ الكتاب هنا بيقدم لنا أداة شبه الخريطة بتوضح لنا الصورة الكاملة. النموذج ده بيساعدنا نفكك التشابك اللي بيحصل وقت المشاعر القوية. هو بيورينا إن الخمس عناصر دي مش جزر منعزلة، لأ، دي شبكة متصلة ببعضها، كل حاجة بتسمع في التانية. الفكرة بتأثر على المزاج، والمزاج بيأثر على الجسم، والجسم بيأثر على السلوك، وساعات السلوك ده بيرجع يأكد الفكرة الأولانية ويدخلنا في حلقة مفرغة منعرفش نخرج منها. خلينا نطبق النموذج ده على مثال ليندا من الكتاب عشان الصورة توضح أكتر. المواقف اللي مرت بيها زي وفاة والدها والترقية دي مجرد محفزات، لكن بصوا إزاي الفكرة اللي جات في بالها أنا بتجيلي أزمة قلبية كانت هي المحرك لكل حاجة بعدها. الفكرة دي ولدت مزاج الذعر والخوف. المزاج ده ترجم نفسه لرد فعل جسدي زي ضربات القلب السريعة اللي بدورها رجعت وأكدت الفكرة الأصلية وخلتها تصدق إنها في خطر حقيقي. والنتيجة النهائية كانت سلوك تجنبي، زي إنها بدأت تتجنب السفر أو تفكر ترفض الترقية عشان تهرب من كل المشاعر دي. كل ده بسبب فكرة واحدة بس. ودلوقتي بقى نيجي لقلب الكتاب كله، الحل العملي، الأداة اللي الكتاب بيقدمها لنا عشان نكسر الحلقة دي. لو كانت الأفكار التلقائية هي أصل المشكلة، إزاي نقدر نتعامل معها بشكل منهجي ونغيرها؟
مهم جدا نفهم إن ده مش مجرد تمرين فضفضة أو يوميات، لا، دي أداة علمية دقيقة بتعلمنا نتعامل مع أفكارنا كأننا محققين أو علماء. بدل ما نتعامل مع أي فكرة تيجي في بالنا كأنها حقيقة مطلقة، بنحطها تحت الميكروسكوب وبنبدأ ندور على أدلة معاها وضدها. الهدف هو أننا نتحول من دور الضحية للفكرة وناخد دور المراقب والمحلل الموضوعي. العملية دي منظمة جدا، خلينا نمشي فيها خطوة بخطوة. أولاً بتوصف الموقف كأن كاميرا فيديو بتصوره من غير أي مشاعر أو تفسيرات، حقائق وبس. ثانياً بتكتب إيه هو شعورك بالظبط وبتقيمه من 0 ل100 عشان يبقى عندك مقياس تشوف بيه التغيير اللي هيحصل. ثالثاً، ودي أهم خطوة، بتصطاد الفكرة الساخنة، يعني الجملة المحددة اللي لو شلتها من دماغك حدة الشعور هتقل فوراً. رابعاً بتبدأ الشغل الحقيقي، بتعمل قائمة بالأدلة اللي بتدعم الفكرة دي وقائمة تانية بالأدلة اللي بتناقضها. هنا لازم تكون أمين ومحايد بجد، وتدور على حقائق اللي ممكن تكون مش واخد بالك منها أو متجاهلها. وأخيراً، بناء على كل الأدلة اللي جمعتها بتصيغ فكرة بديلة، فكرة جديدة تكون أكثر واقعية وتوازناً. وهنا في نقطة جوهرية لازم نقف عندها. الأداة دي مش بتطلب مننا نجبر نفسنا على التفكير الإيجابي ونقول كلام مش مصدقينه. التفكير الإيجابي القسري ده غالباً بيجيب نتيجة عكسية لأن عقلنا الباطن بيرفضه وبيحس إنه مش حقيقي. الهدف هنا هو الوصول للحقيقة، للواقعية، إننا نشوف الصورة كاملة بكل جوانبها الإيجابية والسلبية، ونوصل لفكرة متوازنة ودقيقة. الفكرة المتوازنة دي هي اللي بتكون قابلة للتصديق، وبالتالي هي اللي ليها القوة الحقيقية إنها تغير شعورنا. طيب بعد كل ده، بعد كل المجهود والخطوات دي، إيه الخلاصة النهائية اللي ممكن نطلع بيها؟ إيه معنى كل الكلام ده لحياتنا اليومية؟ أقوى رسالة في كتاب العقل قبل المزاج هي رسالة التمكين والأمل. صحتنا النفسية والعاطفية مش حاجة بتحصل لنا وخلاص، ومش مسألة حظ. دي مجموعة مهارات زيها زي السواقة أو العزف على آلة موسيقية. في الأول بتكون صعبة ومحتاجة تركيز ومجهود، لكن مع التدريب والممارسة المستمرة بتتحول لطبيعة تانية وبتكون جزء من طريقة تفكيرنا التلقائية. فالنقطة الحاسمة هي أننا بنكتشف أن عندنا مساحة للاختيار. بدل ما نكون مجرد راكب سلبي في سفينة مشاعرنا إلى الأمواج بتحركها يمين وشمال، إحنا بنتعلم إزاي نمسك الدفة. بنتعلم إننا ممكن نكون قبطان السفينة دي، وبدل ما نستجيب بشكل تلقائي لكل فكرة بتخطر على بالنا، بنقدر نوقف، نحلل، ونختار استجابة أكثر حكمة وتوازناً. وبكده نكون وصلنا لنهاية تحليلنا لأهم أفكار الكتاب. القوة الحقيقية اللي بيقدمها العقل قبل المزاج مش في مجرد فهم المبادئ دي، لكن في تطبيقها العملي. التغيير بيبدأ لما نمسك ورقة وقلم لأول مرة ونبدأ نملى سجل الأفكار. فيا ترى إيه هي أول فكرة ملحة ممكن نبدأ نطبق عليها الخطوات دي النهاردة؟